وسط الجدول مع احترام الاسم الارسنال والامكانيات وشعبيه الارسنال، ان الواقع يقول حاجه غير مخالفه. بيبنوا مشروع جديد بمدرب جديد محتاج وقت، انما زي ما بقول لك في صعود وهبوط في المستويات، انما ما زال موجود في اوروبا ليج وما زال بيلعب في الدوري واحيانا يكسب واحيانا بيخسر. فدي كره القدم، والديربي ديربي، انما ديربي مسميات فقط، عدم حضور جمهور، الفوارق في عدد النقاط ما بين الفرقتين، والفوارق ما بين الفرقتين والفرق المنافسه والسيتي المنافس على البطوله بالنسبه لي. فمباراه ديربي للاعلام والاعلاميين زي حالتنا كده بس. طيب دعونا بعد ان استمعنا لراي كابتن محمد المتشائم بين قوسين لما قدمه الفريقان حتى الان ولوصول هذين الفريقين لمباراه الديربي، دعونا ننتقل الى ملعب المباراه ونحن نذكر ونتعرف معكم على الاسماء التي تبدا بشكل اساسي في هذه المباراه، انتهاء بلاكازيت كما شاهدنا، وهو ما يعتبر مفاجاه كبيره بالنسبه لكثيرين من جمهور فريق ارسنال مع وجود اوباميانغ الذي يبدأ على دكة البدلاء. للحديث عن هذه المباراة، عن موضوع أوباميانغ تحديدا، ننتقل مباشرة إلى ملعب المباراة حيث سامي قبل قليل صرح أرتيتا بأن السبب الرئيسي في إبقاء أوباميانغ على دكة البدلاء وعدم البدء به قيل أسباب تأديبية. daawadayaal caawa ciyaartu waa nooc kale, waa arkayseen Arsenal iyo Tottenham inay almiinteynayaan derby London ayaa la yiraahdaa. ciyaartan December markii la dheelayo xaaladdu waa bedelanta. nimanka arkayseen ama garanayseen maaha qaniyo shaafto sabaaxad wax kasta waa la filayaa caawi. derby London ayaa la haystaa, Tottenham iyo Arsenal waa la haystaa caawi. geeska kala sareynta waa arkayseen xaaladdu waa nooc kale. yaa labadooda caawi anigu waxaan la yaabanahay Arsenal iyo Tottenham, yaa shaatiga lagala cararaya, yaa cimaamada laga dhigaya, yaa dharka laga furanaya. caawi ciyaartana waxay u baahan tahay in indhaha lagu hayo dhammaan shacabka Tottenham iyo kuwa Arsenal. waxaan leeyahay xaaladdu masaasana waa la isbaaranaya. natiijada qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa ku daawo doontaan. waa Afkalahaye TV. assalaamu calaykum.